ضغوط الحياة بالنسبة لبنت عندها 12 سنة بتمارس الإدمان ليه؟ زي ما قلت في الأول، أب مش موجود، فهي مفيش من يحنو عليها بالصيغة الذكورية، الاهتمام الذكوري في حياتها مش موجود. أم مرهقة وتعبانة مريضة، فمفيش اللي بيسمع. فأنا عندي أمور وأسرار بيولوجية وسيكولوجية مكتومة. ودايما احنا بنقول في علم النفس حجم مرضك من حجم أسرارك اللي انت كاتبها. فطول ما انت كاتم، طول ما انت بتعدي في المرض النفسي. وشق النفسي عندنا هنا أحيانا كتير بيبقى منبع للإدمان. مش عشان كده قلت لك في الأول هو مش شرط للهروب، هو ممكن يكون سلوك سلبي. أنا ليه بحطها تحت فكرة السلوك السلبي؟ عشان يندرج تحتها فكرة الهروب اللي احنا متعودين عليها. لكن البنت عندنا، البنت دي مشكلتها مشكلة سلوكية نفسية بحتة. أب وأم مش موجودين، جدة. ما هو لو ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلي الجدة دي إنها تعرف تربي في السن ده كان خلاها تخلف.